السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. خلينا نكمل حكي. يقول هاي الحلقة راح تكون لا مونتاج ولا شيء. زين إذا طلع بها مثلا شلون علسنا مثلا أو شيء يقول عادي ماكو مشكلة. حياكم الله متابعينا الكرام، متابعين الشيخ رحيم العسكري اللي هو جنابي، حياكم الله. طبعا صار السنة الخامسة أو السادسة بصناعة المحتوى 2018. فأريد اليوم أعرفكم عن نفسي، لأن أنت هذا الشخص اللي تأخذ منه معلومة هم لازم تعرفه، لأن اليوم كثرة الأشخاص والشخصيات المشبوهة. فمن هذا الباب أنا اليوم أحب أوضح بعض القضايا اللي هي: أولا، البعض يقول انه انت اصلا دخلت صناعة المحتوى، صناعة الفيديوهات، بدأت على سنة فيقول دخلت بصناعة المحتوى انه انت لغرض الشهرة. فانا احب اقول لك انه رجل الدين ما يدور شهرة، مستحيل اكو رجل دين يدور شهرة. ليش؟ زين لا، هسه اول شيء طالعين بالاعلام كم واحد تافه حشاكم ويدور شهرة. شنو ذولي مو رجال دين. رجل الدين من الله سبحانه وتعالى انطاه هذا الزي، انطاه هذه الهيبة، فهو مقدر ومحترم سواء معروف او غير معروف. اليوم من يدخل رجل دين معروف ويدخل رجل دين غير معروف، الناس الحمد لله واعية ومثقفة وتقدر الكل، انه تقدر الانسان الكبير وتقدر العلماء والمعممين ورجال الدين على الاطلاق. فالحمد لله ما يزيدنا شيء، ولليوم انه هذا هم ما زادني شيء ولا راح يزيدني عسى ما نوصل مليار. احنا باب شنو من باب المسؤولية احنا جاي نقدم لكم وننصحكم. البعض راح يقول انتم شيخنا دخلت من اجل المادة، دور فلوس. احب اقول لك انه هاي المعدات التصوير حاليا اللي تشوفها واللي ما تشوفها، طبعا ما تشوف شيء، انت تشوف جزء بس هذا طالع. هاي المعدات مال التصوير الموجودة حاليا هاي كلها من حسابي الشخصي، وطالب الحوزة راتبه محدود ما يقدر حتى يشتري له لبسه، وانا والله العظيم ملابس ما اشتري واجمع بهن حتى اشتري هاي معدات التصوير، ووصلت تقريبا 4 ملايين او اكثر حتى اتخذ لي وسيلة واقدر اوصل صوتي. انا قاعد وساكت، 2 3 يستمعون لي بالجامع بالحسينية ما صرف لي. فمثل ما اليوم اكو ناس متصدين ضد الدين والمذهب، انا لازم اتصدى وادافع عن الدين والمذهب، ما اترك منبري فارغ. احد اساتذتي اللي هو السيد عباس الله يحفظه، حتى موجود حاليا بمواقع التواصل، يقول هذا مكانك ومنبرك بمواقع التواصل الاجتماعي، من التركه يجي غيرك يقعد بيه وهو اللي ياخذ الناس الغير طريق، فانت كون ما تترك مكانك. فرجل الدين بكل مكان موجود. فمن هذا الباب احنا دخلنا مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا اللي يقول من اجل المادة، اقول لك انه انا كل مصاريفي انا ادفعها حتى اشتري مايك، حتى ابدل الكاميرا، حتى اشتري انارة، حتى اشتري ما اعرف شنو، فحتى اخدم الناس، حتى انفع الناس. فأسا طلعت لا شهرة ولا مادة. فمن باب المسؤولية يا اخوان، من باب المسؤولية انه احنا من نشوف شبهات منتشرة ونبقى كون ارد عليه، كون اوصل له هذا مو صحيح، هذا ما يغير شيء. ابقى الطم منها الباتشر واناقش انا واصدقائي وانا وفلان وفلان نترادد، هذا ما يغير شيء. اللي يغير انه انت تدخل الارض المعركة. فهذا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي معركة، هي حرب مثل ما سماها آية الله المرجع السيد علي الحسين السيستاني، يقول اليوم حرب فكرية وطمس الهوية الثقافية والإسلامية. فكون احنا اليوم نعرف حجم المسؤولية اللي وقعت على عاتقنا وننزل للميدان ونحارب ونصدى. ومن باب أنا أشوف أنه واجب
هذا وجوب مو فتوى، وجوب يعني عقلي. واجب أشوفه أنه اليوم كل رجل دين لازم يتعلم صناعة المحتوى ويدخل ويرشد الناس ويعلم الناس، ما نترك مكاننا فارغ. اليوم والله أنا واحد من الناس عندي حسينية، أسولف لكم عليها. حسينية نصرف عليها، لا حسينية مو لهناك، حسينية لهنا. هسه واحد راح يقول حسينية لهناك، لا حسينية اللي موجودة عندنا. حسينية هاي نصرف عليها 1,000,000 أو 1,500,000 مثلا على مود المجلس، وبالتالي يحضرون ايش قد؟ 20 نفر. اي والله 20 30 نفر اذا زادوا، دول ما يسمعون، هم هيك بس حاضرين، هيك بس كثرة حاضرين. اي والله يعني ايش قد صارف انت للخطيب، للطبخ، للغيره، وهواي قضايا، وبالاخير انت ما نفعتهم ذولي، ما جاك الشاب. احنا اليوم دورنا وعملنا على الشباب حتى هم يكونون قيادات بالمجتمع. فاليوم من يكون هو دكتور هو قائد، من يكون موظف هو قائد، من يكون مهندس هو قائد، من يكون شرطي هو قائد، عامل هو قائد. هاي كلها قيادات تقود المجتمع وتصلح المجتمع وتعمل بالمجتمع. فهذول هم اللي نشتغل عليهم. فالشاب من تجي فكرة تاخذه، لأن ما متسلح بالعلم وما متفرغ يتسلح، لأن الحياة ما انطته مجال بين دراسة بين عمل بين غيره بين مسؤوليات، فيرجع الدور علينا. فرجال الدين احنا اللي نتصدى للساحة، واحنا اللي نعلم الناس، واحنا ما نفرض على اي واحد. يعني فقط ننبه، فقط نرشد، فقط الموعظة تذكير، والباقي يبقى على الناس. انت بعد بكيفك، انت طحت بمشكلة انا اجي اقول لك هذا حلها، طحت بشبهة اجي اقول لك انا هذا الطريق وهذا هو الحل، هذا هو خلاص. فتبقى القضية ويبقى الخيار إلك، تريد تطلع تريد ما تطلع، تريد تسلك تريد ما تسلك، تريد تاخذ بيها تريد ما تاخذ. فنرجع رأس سطر أنه إحنا دخلنا بمواقع التواصل الاجتماعي لا من أجل الشهرة ولا من أجل المادة ولا من أجل أنه إحنا حتى نحصل الجاه والوجه، وإنما من باب المسؤولية ومن باب أنه إحنا كرجال دين محاسبين أمام الله، أو محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب إحنا دخلنا بهاي المنصات حتى ننبه الناس، حتى نذكر الناس، بما أنه الناس اليوم وين موجودة؟ موجودة ببيوتها نقدر نوصلها، موجود بكوفي نقدر نوصل له، موجود بفراشة أقدر أوصل له، موجود بسيارة أقدر أوصل له، موجود بغير دولة هم أقدر أوصل له. وهاي نعمة عظيمة من خلال اللي هي هاي الكاميرا، أو من خلال الموبايل اللي موجود بإيدك حاليا اللي شاهدنا من عنده. فمن هذا الباب قلت لك إنه إحنا دخلنا هاي المنصات، لا تزيدنا شيء ولا نحصل شيء. إذا أريد الشهرة وأريد المادة لازم يكون محتوانا تافه، لأن إذا مو تافه ما ينجح، إذا مو تافه ما يندعم. أما الناجح إحنا لازم ندفع، إحنا لازم نخسر، لكن هاي مسؤوليتنا. مونتاج الفيديو اليوم ايش قد ياخذون عليه؟ تصوير المصورين ما اعرف منه، فهذا كله يحتاج الى شنو؟ الى ماده. فاحنا جاي نبذل، احنا اللي جاي نعطي حتى نوصل لكم، حتى نوصل صوتنا. فاليوم انا هاي قناتي وهذا طريقي. وبعد اكو قضيه مهمه احب اضيفها. من يوم أول يوم صورت به لحد هذا اليوم، لحد هاي اللحظة اللي شاهدنا بها واللي متابعيني طول هاي السنوات ولليوم، أنا ما انتقدت معمم، أي معمم حتى وإن كان مو زين ما انتقدت نهائيا، رغم ما عندنا هواي معممين تافهين، هواي عندنا يعني أفسدوا بالمجتمع وضيعوا الشباب، من باب انه الدين ابتعاد عن الحرام لا ابتعاد عن الحياة، ومن هذا الباب وفاتحين البيبان كلها. هذا الشيء خطأ. هو الدين اكو التزام، تخالفهن انت خارج اطار الدين والتدين، خلاص صياح. يعني ماكو داعي انه اغش الناس بهذا الجانب. فلليوم انا ما انتقدت معمم. البعض للأسف أول ما يتمكن شوية يبدأ ينتقد الحوزة، يبقى ينتقد رجال الدين. وأنا هواي
رجال الدين انتقدوني للعلم، يجي وكتب له سطرين عليه ونشرها. هذا المعمم كذا، هذا المعمم ما أعرف منين جاء، منين طلع، منين اسمه نزل من السماء، ما أعرف منين. اي والله هذولي ناس تافهين، لكن انا ما ارد عليهم حتى بحسابي الشخصي، هيك سطر سطرين والله ما تعب نفسي بيهم. هذول جاهلين اصلا. اليوم بنشوف انت حجم الشبهات وحجم الحرب اللي والتسلح اللي ضدنا، وتشوف رجل دين من صنفك انه هو جاي يصده، انه هو جاي ينطي من وقته، انه هو جاي يحارب، انه هو جاي يعرض نفسه لهواي شبهات حتى يرد، حتى يكون صوتنا أعلى من صوتهم. يجي وينتقدك، تنزل 500 حسنة، سيئة واحدة يمسح 500 حسنة، ويبقى يفصل ويسولف ويركب على هاي الحسنة، ويصير هو آية الله. وإن شاء الله أنا بهذا الطريق وأخدمكم، بل أشوفه هو مفيد لكم إن شاء الله. والله يحفظكم، حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم.